مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين. برحب فيكم قناه وصفات ومنوعات، ان شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم راح تكون طريقه البانكيك او بانكيك تعريفي. شوف مع بعض المكونات وطريقه التحضير. هلا بدايه عندي هون القالب يلي انا بدي احتاجه. عندي هون قوالب البانكيك الجاهزه، كتير مناسبين للشغل، مريحين كمان. هلا اذا ما توفر عندكم قوالب البانكيك، هلا فيني اخذ عندي هون ابريق الخاص بالكب كيك. لاحظوا له فتحة من الأسفل، فيكم تستخدموها للبانكيك كمان بيصير. وإذا ما توفر عندي هون للخاص بالميني كيك، لاحظوا معي هاي بيستخدم لها فتحة صغيرة من هون، نستخدمها للبانكيك أو ميني بانكيك صغير، فيني استخدمها لهي الوصفة بيصير. وإذا ما توفر ناخذ الأكواب المعيارية حتى يطلعوا المقاسات كلها نفس بعض. إذا حبيتوا تاخذوا البانكيك تعملوها ميني بانكيك، تاخذوا الملاعق المعيارية أو المغرفة، أو تاخذوا علبة. إذا ما توفر هدول كلياتها بتاخذوا علبة، حي الله علبة مي، تسقبوها من هالطرف من هون من الغطا، تحطوا الخليط فيها وتحطوا أو تسكبوا الخليط بالمقلاة التيفال. ضروري تكون المقلاة تيفال أصدقائي لهي الوصفة. هلأ حتى ما نطول عليكم نروح للمقادير لهي الوصفة، طريقة التحضير. هلا هون بالنسبة للمواد يلي بتلزم لي هدول هني. عندي 2 بيض، عندي هون سكر 3 كوب ما يعادل 60 غرام، ظرف فانيلا، بخلط هالمكونات بشكل كتير كويس برجع لكم. حتى يصير الخليط أبيض. هلا هيك صار لون أبيض. هلا عندي هون ملعقة من الزيت، ملعقة كبيرة. هلا فيكم تستخدموا المضرب الكهربائي كمان بيصير. هلا بحرك هالمكونات برجع لكم. عندي هون 3/4 كوب من الدقيق أو الفارينا. هلا عندي 3/4 كوب يعادل 90 غرام. بدي أحط كمية هيك أنا ناخلتها من قبل 3-4 مرات. عندي ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات أو خميرة البيكنج بودر، ملعقة صغيرة. حرك هالمكونات حتى يتجانسوا برجع لكم. هلا لو ملاحظين معي الخليط كتير سميك. عندي هون المي، ضيف قدر ملعقتين كبار ما يعادل تقريبا 15 غرام. حرك هالمكونات برجع لكم. لاحظوا قوام الخليط يكون بهالشكل هذا، ينزل بهالطريقة هاي. هلا بغطيها مدة 10 دقائق برجع لكم حتى ترتاح أصدقائي. هون دقيقة. هلا بعد مرور 10 دقائق حابة أفرجيكم قوام الخليط، ما كتير سميك وما كتير سايل كمان. لاحظوا قوام الكيك بس ينزل شوي بسرعة، لاحظوا. هلا بحطها بإبريق الخاص بالبانكيك. النار تكون كتير نايصة أصدقائي، تكون كتير خفيفة، ما تسخنوا التيفال، يعني ما تخلوه على نار عالية. ضروري التيفال يسخن بشكل كويس والحرارة تكون هادية. هلا فيكم تدهنوها أول مسحة بالزيت كمان بيصير، بس الموضوع ما بيحتاج. والقرص بيضل حسب رغبتكم أصدقائي، فيكم تكتروا الكمية فيكم تقللوا حسب ما بترغبوا انتو. هيك والحرارة هادية بستنى عليها حتى ما تصير نرجع لكم. واختبار الاستواء بيصير عليها فقاقيع أصدقائي، هيك بنتأكد أن من القعر صار جاهز. لاحظوا الفقاقيع صارت بهالشكل. هلا بقلبها على الطرف الثاني، يا دوب هيك ثواني وبشيلها أصدقائي. نحط كمية تانية والحرارة هادية أصدقائي. لاحظوا الفقاقيع أصدقائي، بستنى عليها شوي صغيرة بعدين بقلبها. هاي قلبت على الطرف الثاني كمان. هلا بقلبها بفرجيكم من القعر شلون صايرة. لاحظوا استوت. هلا كمان بشيلها، حط كمية تانية
هيك حتى منخلص كل كمية الخليط بنرجع لكم نشوفكم بالمرحلة الجاية أصدقائي. القرص، حجم القرص انتوا تتحكموا فيه. بس حابة افرجيكم وحدة تانية من القعر، هيك شوي شوي بنشيلها حتى من الأطراف ما تخرب. لاحظوا اللون هاد هو. هلا بالنسبة للحشوة حسب ما انتم بترغبوا، فيكم تحشوا بأي حشوات بتحبوا. أنا بدي أحشيها بالشوكولا، فيكم تحشوها بالكريمة كمان بتصير حسب رغبتكم. هاي كريم شانتي بتخفقوها مع حليب أو مي متلجة، بعدين بتحشوها. أنا بدي أحشيها بالشوكولا، أي الشوكولا قابل للدهن أو للحشو. سبق نزلت كذا طريقة على القناة، هاي أنا أخذت الجاهزة، فيكن تاخدوا حسب ما بترغبوا انتوا الحشوات. هلا هون بعد ما حشيتها بحط قطعة تانية فوقها ومن الأطراف هيك بضغط حتى يتسكر معي بشكل كويس، تقريبا مثل القطايف. هاي قطعت وحدة حتى تشوفوا من الداخل شلون صايرة، لاحظوا ولا أحلى من هيك. هاي قطعت وحدة تانية كمان حتى تشوفوا من الداخل، لاحظوا. بانكيك كتير رائع، جربوا الوصفة إن شاء الله تنال إعجابكم. وبهيك بنكون اجينا لختام حلقتنا اليوم، على أمل لقاء فيديو جديد. بأمان الله.